بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم الإخوان. اليوم في الأساسيات الأينز إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا دي أوردينال تسارن واللي هما الأعداد الترتيبية. غادي نشوفوا أيضا مصطلحات متعلقة بالشهور، متعلقة بالأيام، ومتعلقة يعني بالوقت بصفة عامة. فنبداو على بركة الله بالأوردينال تسارن. شنو كنقصدوا بالأوردينال تسارن أو الأعداد الترتيبية كيف ما كاينين في جميع اللغات؟ كنحتاجوها في التصنيف، كنحتاجوها في قراءة التاريخ، مثلا الأول، الثاني، الثالث، الرابع والعشرين وهكذا. فعلى بركة الله عندي هنايا الأول هو erste zweite dritte vierte fünfte sechste siebte achte neunte und zehnte. إذن هادو هما الأعداد الترتيبية. فكيف ما شفتوا داير لكم هنا مسطر على الإرست والدغيتا لأنه هما اللي كيوقع عليهم تغيير في الفورم ديالهم، يعني فاش كنجيو أننا نصيغوا الأعداد الترتيبية من الأرقام. فكيكون بحال دابا هنا عندي اينز ولات لي إرست، وعندي هنا دغاي ولات لي دغيت، يعني هادو هما اللي تبقاو عاقلين عليهم بزاف. ما تبقى فراه كتزيد غير تي وكتزيد حداها اي، بحال عندي تسفاي كتولي تسفايت الثاني، فيا اللي هي 4 كتولي لي فيات اللي هي الرابع، وهكذا. عندي هنايا زيبت ما كنقولش زيبنت، كنقول زيبت، كنحيد داك الاي ان ديال زيبن كتولي لي زيبت، واللي بقى كله هو هذاك. اذا نعقل على ان في الرقم 1 والرقم 3 تغيير كيكون تقريبا جذري إعاست دغيت. وعندي هنايا في رقم 7 فكيكون عندي زيبن، كنحيد داك اي ان وكنقول زيبت، وكنقصد بها السابع الثامن التاسع العاشر. اوكي. نزيدو عندنا الحادي عشر هو الفت تفولفت دغايتسنت اللي هو الثالث عشر دغايتسنت vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte, siebzehnte, achtzehnte und neunzehnte. إذا حتى هادو عندي من واحد كيف ما كتشوفوا من واحد حتى ل 19، فكلهم كنزيد لهم تي اف التالي تي اي. هادو كيتغير، هاد الاي كتغير ولاني ماشي دابا، خلي دابا حنا يلاه بادين، المهم نعقل عليهم انا هكا. عندي مثلا هنا زاكتسنت السادس عشر، أختسنت الثامن عشر، نويتسنت التاسع عشر. يعني هادو هما الأعداد الترتيبية من واحد ل 19 كنزيد تي اي. اوكي تي اي. دابا غادي نشوفوا من 20 للفوق شنو كنزيدو. عندي 20 شنو كتولي لي 20 كنزيد اس تي اي. اوكي اس تي اي هي اللي كنزيد من 20 وانا طالع. عندي هنا 20 هي 20 20 كاين اللي كيقراها 20 وكاين اللي كيقراها 20 المهم اللي جاتكم سهله مزيان. اوكي. عندي 30 يعني دغاي سيست ولا كاين اللي كيقراها دغاي سيكست. اوكي. عندي هنا فيات سيست الأربعون، عندها فينفت سيست زيكت سيست زيبت سيست اللي هو السبعون أخت سيست und نوين سيست. اوكي. شنو الفرق ما بين من واحد ل 19 كنزيد تي اي، ومن 20 وانا غادي كنزيد اس تي اي. اوكي. نشوف مثلا رقم 100. حتى رقم 100 يعني هو هوندات، مي كيولي لي في الاعداد الترتيبيه كنزيد له اس تي اي كيولي هوندات ستا. اوكي هوندات ستا. نعطيو مثال. عندي الواحد والعشرون مثلا، بغينا نقولوا القرن الواحد والعشرين او هذاك جا في المرتبه 21. فهنا شنو كندير؟ كنقول الرقم وكنزيد عليه اس تي اي. عندي هنا 20 يعني 21 كنزيد اس تي اي ونقرا الرقم ديالي عادي 21. يعني هادو هما الاعداد التراتبيه بصفه عامه او الترتيبيه. قلنا انه في الاعداد من واحد حتى ل 19 كنزيد تي اي، من 20 وانا غادي عفوا كنزيد اس تي اي.
نشوفوا دابا الفوخنتاغ واللي هما ايام الاسبوع. فوخنتاغ عندي مونتاغ. واحد الملاحظه ان جميع الايام ديال الاسبوع فهي اسماء مذكره، الاداه ديالها دير. احنا مازال غادي نشوفوها ان شاء الله. غير باش نفكركم فيها، عندنا مونتاغ هو الاثنين، دينستاغ ميتفوخ ميتفوخ، عندي دونرستاغ فرايتاغ اللي هو يوم الجمعة، زامستاغ، وعندي زونتاغ اللي هو يوم الأحد. هادو هما الأيام اللي كنسميوهم باللغة الألمانية فوخنتاغ يعني أيام الأسبوع. فوخ هي الأسبوع، والتاغ هو الجمع ديال تاغ اللي هما كنقصدوا بها تاغ الأيام. اوكي، ندوزو دابا للشهور. ديمونات هذه أداة ديال الجمع. دابا نشوفوها هادي أداة ديال الجمع وأداة ديال المؤنث. عندي مونات هي الجمع ديال مونات يعني الشهور. اوكي، عندنا شهر واحد يناير، فبراير، مارس عندي داك الاي اوملاوت مارس. عندنا ابريل، ماي، يوني قلنا داك الجي اللي كنقراوها حنا الجي كتقرا يوط، عندهم هما يوط، فيوني، يولي، اوغست، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. اوكي، هادو هما الشهور في اللغه الالمانيه، يعني بساط جدا نعقل عليهم ونحفظهم. حتى هما الاداه ديالهم دير، حتى هما مذكرين بحال الايام. نشوفوا دابا فصول السنه واللي كيتسموا ديارستايتن يعني فصول او اوقات السنه. كيف ما معروف عندنا 4 الفصول اللي هما الخريف والشتاء والربيع والصيف. نشوفوهم دابا. عندنا دير هيربست اللي هو الخريف، قلنا هاد دير هي الاداه ديال المذكر، اداه التعريف ديال المذكر الخريف، دير هيربست. عندي دير فينتر الشتاء، دير فينتر. عندي دير فرولينغ الربيع، دير فرولينغ. وعندي دير زومر اللي هو الصيف، الزومر. يعني عندي هنا دير فينتر يعني بحال اللغه الانجليزيه تقريبا وينتر، وعندنا هنايا سامر يعني دير زومر. يعني كاين واحد شويه ديال التشابه في هذه القضيه ما بين اللغه الانجليزيه واللغه الالمانيه. يعني هادو هما فصول السنه اللي كتسماو ديارستايتن. اوكي، ندوزو دابا للكلمات متعلقه بالوقت. فورت شاتس سايت. فورت شاتس يعني هما مصطلحات او مفردات، سايت هو الوقت. اوكي، شنو عندي دي سايت الوقت، الاداه ديالو مؤنثه. هدي كتعني التانيث الوقت، داس كتعني المحايد. اوكي، وديع كتعني المذكر. اوكي، دي المؤنث، داس المحايد، وديع اداه التعريف ديال المذكر. اوكي، هادو مازال غادي نجيو لهم ان شاء الله فاش ندخلوا في الدرس ديال النوميناتيف. عندي دي سايت يعني الوقت، داسيا ما كننطقش هاد ار، كنا شفنا داسيا ما كنقولوش داسيا تقريبا هما كيسرطوها. دي مونات الشهر، دي تاغ اليوم، دي مينوت الدقيقه، دي مينوت، دي سيكوند الثانيه، دي شتوند الساعه، دي فوخ الاسبوع. اوكي، عندي هنا دي تاغستايت اوقات اليوم، دي تاغستايت. عندي الصباح دير مورغن. اوكي، دير مورغن. وعندي الظهيره دير ميتاغ، دير فورميتاغ. هاد فور كتعني لي قبل، وناخ كتعني بعد. داكشي علاش غتشوفوا هنا دير فورميتاغ قبل الظهيره، وانا غتشوفوا بعد الظهيره، عفوا هنا الدال وليس الضاد. بعد الظهيره دير نخميتاغ، دير ابند المساء، دي نخت يعني هو الليل او الليله، كنقولوا قلت نخت يعني قلت نخت يعني ليله طيبه. وعندنا دي او هي الساعه. هنا كنقصدوا بالساعه يعني 60 دقيقه. اوكي، شتوند دي او كنقصدوا بها الساعه يعني الوقت، شحال في الساعه كنقولوا دي او هي ديك الساعه اللي كنقصدوا، وشتوند هي الساعه من الوقت يعني هي 60 دقيقه.
اوكي. نشوفوا كلمات اخرى. عندنا das Ende هي النهايه، der Anfang البدايه، der Kalender التقويم يعني ذاك الكالندر. عندنا der Moment اللحظه، moment. الحاضر هو die Gegenwart. الماضي Vergangenheit. المستقبل دي Zukunft هو المستقبل. عندي هنا هادو adverbs يعني هادو هما داخلين في الوقت. عندي gestern اللي هي امس gestern، heute اليوم heute. هادو ماشي اسماء ولكن لان ما عندهمش اداه تعريف بطبيعه الحال، اللي هما اوقات اولا كنقولوا adverbs. نسيت لي باللغه العربيه. المهم حفظوهم كيف ما هما. heute اليوم، الان هي jetzt. وعندي morgen غدا morgen. وعندي هذه العباره nicht mehr كتعني ليس بعد الان nicht mehr. عندي ني هي jamais هي ابدا jamais never ني. وعندي noch nicht هي ليس بعد، او كنقولوها حتى في اللغه الانجليزيه not yet هي noch nicht يعني مازال ليس بعد. وعندي schon، وعندي schon هي بالفعل schon. وعندي wieder مجددا. فهذا هو الدرس اوكي سكت. هادشي اللي كان عندنا في الدرس ديال اليوم. شفنا الاعداد التراتبيه، شفنا المناطة، شفنا الايام تاغا، شفنا بعض المصطلحات المتعلقه بالوقت. وان شاء الله مازال نزيدو نتعمقوا في هادشي شويه بشويه. فالحصه الجايه ان شاء الله غادي تكون عندنا على النوميناتيف ويعني الفاعل، وغادي نهضروا على الضمائر، وان شاء الله غادي نبداو شويه بشويه بشويه عليكم. اللغه كتبغي الوقت، كتبغي الصبر، كتبغي الخدمه، فالانسان بشويه عليه والله يوفقكم.